كسبنا وفرحنا وحفلنا وهيصنا وعيدنا وخدنا العيديه. كل ده كلام زي الفل، والفريق المصري الوحيد اللي مكمل في بطولات افريقيا، والفريق اللي انقذ سمعه الكره المصريه. كل ده كلام جميل زي الفل، ما اقدرش اقول حاجه عنه. بس في شويه سلبيات لازم نتكلم عليها عشان لازم تتحل. عشان انا مش من مدرسه الناس اللي بتقول ان اي سلبيات واي مشاكل بتتحل بالفوز. في مشاكل ممكن تتحل بالفوز. ضيعت جول او اتنين وجبت 3-4 عادي. ضيعت ضربه جزاء وكسبت 5 مفيش مشاكل. لكن في سلبيات بقالها كام ماتش مكمله معانا ومضايقاني. ليه كل ماتش يجي لي 10 فرص مؤكدين اجيب منهم جون او 2 بالكتير؟ ليه مهاجمين الزمالك بيجوا قدام الجون وبيعملوا؟ يعني امبارح سيف الجزيري مضيع هو لوحده بس انفرادين، لا هو شاط ولا هو مرر ولا هو عمل اي حاجه، الكره كانت بتيجي في رجله وتخبط تطلع بره. عدي الدباغ بيجيب الاجوان الصعبه المتطرفه قدام الجون صم بكم عمي. خوان بيزيرا دي عوايده مش هيشتريها. ما هو الكلام دوت ما ينفعش، احنا داخلين على معمعه. والله العظيم الزمالك دخل على مفرمه، الربع فرصه اللي هتضيع مش هتجيلك تاني. يعني انت عندك الدور الجاي هتروح تلعب في الجزائر، تفتكر الكام فرصه اللي بيجولك دول هيجولك؟ ولو واحده منهم جت وضيعتها هتجيلك تانيه؟ احنا في عرض ربع فرصه، الكره اللي تجيلك تجيبها جون. والست ماتشات بتوع الدور الثاني هتلاعب الاهلي وبيراميدز والمصري والدنيا خربانه. تفتكر كل ماتش هقعد اضيع 5-6 انفرادات وهكسب؟ يا كابتن معتمد لازم تبقى دي اول اولوياتك، انك تدرب اللعيبه والمهاجمين بالخصوص على الجول. ما هو ما ينفعش اعمل كل حاجه في الماتش واستحواذ ولعب والدنيا زي الفل واجي قدام الجول مش عارف اجيب الكوره. ما هي الكوره جوان، هي دي قاعده ثابته ما بتتغيرش، الكوره جوان. احنا في ماتش نهائي القرن مسكنا الاهلي دعكناه حرفيا، وكوره طايشه من قفشه جون خد البطوله. الكوره جوان. لازم مهاجمين الزمالك يركزوا الماتشات اللي جايه، والله ما هتجيلك الفرص دي تاني، ولو جات لك فرصه او 2 مش هتجيلك الثالثه. فاتمنى من كابتن معتمد جمال يركز على الحته دي. الله يبارك لكم.